بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله خاتم النبيين وإمام المرسلين. أعزائي المشاهدين الكرام، وصفتنا اليوم شوربة العدس في رمضان الكريم. أولاً نقطع البصل والثوم والطماطم قطع صغيرة في قدر على النار. نكشن بصل وثوم بزيت زيتون، وبعدين نزيد طماطم مقطعة صغير صغير ونحرك كمان، ونزيد التوابل: كزبرة ناشفة، كمون، فلفل أسود، ملح، ونحرك الكل. وبعدين نغسل العدس مظبوط ونزيده في القدر، ونحط عليه موية حارة ونخليه ينطبخ لمدة 20 دقيقة. وبعد مرور 20 دقيقة ها هي شوربة العدس جاهزة، ونغرفها بصحن التقديم، وبألف صحتين وعافية.